كيفاش تبان البارتيسيونات اللي ما كيبانوش بعد فورمات أو تنصيب ويندوز؟ بزاف ديال الناس كيوقع ليهم مشكل بعد ما كيعاودوا يثبتوا الويندوز، كيتفاجئوا ان شي ضريفات او بارتيسيونات ما كيبانوش في ذيس بي سي ولكن راه ما تمسحوش. وها كيفاش ترجعهم بسهوله. الخطوه الاولى، سير لستارت وكتب ديسك مانجمنت. هنا غادي تشوف جميع الاقراص والبارتيسيونات ديالك. الخطوه الثانيه، إلا لقيتي البارتيسيون كاين ولكن ما كيبانش في ديس بي سي، غالبا ما عندوش درايف ليتر. الخطوة الثالثة، دير رايت كليك على داك البارتيسيون واختار Change Drive Letter and Paths. الخطوة الرابعة، كليكي على Add واختار شي حرف DEF من بعد OK. بلا ما دير والو آخر، البارتيسيون غادي يبان مباشرة. معلومة مهمة بزاف، إلا لقيتي شي بارتيسيون كيبان باللون الكحل بلاك في ديسك مانجمنت، راه unallocated ومازال ما تفورماتيش. باش تولي تخدم به، دير New Sample Volume ومن بعد فورمات وغادي يبان. وهانتا رجعتي البارتيسيونات ديالك بلا برامج وبأسهل طريقة. ما تنساوش دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يستافد الجميع، وشكرا على المتابعة.